إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحضور الكريم، نحمد الله تبارك وتعالى على توالي النعم، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تقبل قولهم وعملهم، وممن أخلصوا لله في كل ما يأتون وفي كل ما يذرون، إن ربنا لسميع الدعاء. معاشر الأحبة، هذه الكلمة التي ستلقى على مسامعكم هي في بيان شيء من أحكام العيد التي قد يجهلها كثير من المسلمين. فالعيد منة من الله تبارك وتعالى، ونعمة من نعمه على عباده المؤمنين، إذ أنها مناسبة تتجدد وتتكرر في السنة مرتين، شكرا لله تبارك وتعالى على ما أنعم به على عباده، وذكرا لله عز وجل. وجاء ترتيب الأعياد في ديننا بعد مناسبات عظيمة، فعيد الفطر يأتي بعد انقضاء شهر الصيام، موسم الطاعة والغفران والقرب من الرحمن تبارك وتعالى. وعيد الأضحى هو في 10 من ذي الحجة، بعد تلكم الأيام المباركة 10 من ذي الحجة، التي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة، وفيها فضائل عظيمة، منها اجتماع أمهات العبادات، وفضلت تلك الأيام على سائر الأيام، كما فضلت ليالي رمضان على سائر الليالي بوجود ليلة القدر فيها. فيوم 10 من ذي الحجة هو يوم عيد النحر، الذي يتقرب فيه المؤمنون إلى الله تبارك وتعالى بنحر الأضحية وذبح الأضحية، تقربا لله تبارك وتعالى وتعظيما لأمر الله عز وجل. وهذا التعظيم لأمر الله تبارك وتعالى مما يزيد في بر القلوب. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي أن تعظم هذه الحرمات، وينبغي للمسلمين أن يعظموا حرمات الله عز وجل، وأن تكون عندهم هذه العبادات امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وتأسيا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي فدي ابنه بذبح عظيم فيما جاء في كتاب الله عز وجل. وإن مما يؤسف له معاشر الأحبة أن هذه المناسبة العظيمة وهذه القربة العظيمة لله تبارك وتعالى تحولت إلى عادة عند كثير من الناس، تحولت إلى عادة ونظر إلى نظر الجيران وإلى ما يفعله الناس وإلى مسايرة السير العام، فخرج كثير من المسلمين عن التعبد لله تبارك وتعالى في هذه العبادة إلى مضاهاة الناس ومسايرة الناس. وقد تجلى ذلك فيما ألم ببلدنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من خزائنه الواسعة، من هذا النقص الحاصل في الماشية. فقرر ولي الأمر سدده الله ووفقه بمنع الأضحية هذه السنة لهذا الظرف الخاص، وإنما جاء المنع من ذبح الأضحية لا من باقي الشعائر التي تقام في عيد الأضحى. فكثر التدليس من كثير من الناس أصلحهم الله، فمنهم من يقول أنا أخفيها ولا يروني، ومنهم من يتعلل بعدة علل في الذبح خفية وغيرها من الأفعال التي لا ينبغي للمسلم الذي يتعبد لله تبارك وتعالى أن يتصرف مثل هذه التصرفات، وأن يكون عنده عمل في الخفاء مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. وهنا يظهر في مثل هذه الأمور من هو متعبد لله تبارك وتعالى على الحقيقة، ومن هو آكل للحوم مساير للسير العام،
وواقع في المخالفة، يقع في المخالفة. فإن الذي تركها طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنه يؤجر مرتين، كأنما يرجى له أن يؤجر مرتين، كأنما تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وزيادة على ذلك أنه عمل بالنصوص الشرعية التي توجب على المسلم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، فليتنبه لهذا الأمر. وإن الذين خالفوا قرار ولي الأمر سدده الله ووفقه فقد وقعوا في المخالفة الشرعية، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وإن لم يعلم بهم أحد فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فالله أحق أن يرضوه، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتركوا مثل هذه التصرفات، فإنها لا تليق بالمسلم، ولا ينبغي أن يكون نظر المسلم بهذه العبادات هذا النظر القاصر ولا مثل هذه التصرفات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. معاشر الأحبة، العيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد، فيعود على الناس بفرح متجدد، والناس يفرحون بالعيد، يفرحون بعيدي الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر يكون بعد الصيام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه، فيفرح بعيد الفطر. وكذلك عيد الأضحى فإنه يستحب للمسلم أن يظهر فيه الفرح والسرور. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع. وليس في الإسلام إلا عيدين أو العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وغيرها من الأعياد فليست من دين الإسلام في شيء، يعني الأعياد الشرعية التي تنسب لدين الله عز وجل، التي تنسب إلى دين الإسلام. والمعتبر معاشر الأحبة في ثبوت عيد الفطر أو في ثبوت دخول رمضان وكذلك عيد الأضحى الموافقة للناس، وهو من الأمور العامة التي ليست لأحد الناس، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. والحديث رواه أبو داود بن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيدين متابعة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية، فهو كما مر معنا من هذا الحديث أنه من الأمور العامة. وقد جاء بيان ذلك بأثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا، فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: سنده جيد. ويقول العلامة الترمذي أو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس لأحد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم، أي الاتباع للإمام والجماعة. فهذه من الأحكام التي تتعلق بالعيدين. ثم يعلم معاشر الأحبة أنه يشرع التكبير في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. فالتكبير مشروع عند جماهير العلماء لقول الله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وجاءت السنة بالتكبير
وهو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. والإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قد أدرك الصحابة، فهو من كبار التابعين، وهو ينقل هذا الفعل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون الله تبارك وتعالى حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، يعني يستمرون في التكبير. وهذا التكبير كل يكبر في نفسه أو كل يكبر لوحده، ليس التكبير الجماعي المعمول به عند كثير من الناس في هذه الأزمان، وقد حكم عليه بالبدعة بهذه الصيغة كثير من العلماء، منهم ابن الحاج رحمه الله تعالى العلامة المالكي. فهذا التكبير هو وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل، وإن كان في سنده مقال، وإلا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام. وهذا مما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور التي هي من العبادات لا مدخل فيها للرأي والاجتهاد، ففعل ابن عمر رضي الله عنه له حكم الرفع. فهذا التكبير في عيد الفطر فإنه يبدأ من خروج المصلي من أو المسلم من بيته إلى المصلى، إلى أن يأتي المصلى، وحينما يخرج الإمام فإنه يقطع التكبير. أما التكبير في عيد الأضحى أو في هذه الأيام 10 من ذي الحجة فينقسم إلى قسمين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من دخول أو من غرة دخول ذي الحجة، فيبدأ في التكبير المطلق يكبر في كل وقت وفي كل حين. وكان في أبو هريرة رضي الله عنه يخرج إلى الأسواق فيكبر ويكبر الناس بتكبيره، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة أنهم كانوا يكبرون تكبيرا مطلقا في هذه الأيام، يكبرون تكبيرا مطلقا. هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد، التكبير المقيد الذي يكون دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذا يسمى بالتكبير المقيد، فإنه مقيد بدبر الصلوات. فإنه حينما يسلم من الصلاة بعد الاستغفار وبعد أن يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، فإنه يكبر بعد ذلك، يكبر تكبيرا مقيدا في هذا الموطن، وليس تكبيرا جماعيا، وإنما كل لوحده يكبر هذا التكبير، ولا يتركه المأموم إن تركه الإمام. فإن كبر الإمام فإنه يكبر بتكبيره، ولا يتركه إن تركه الإمام، فإنه من السنة، وقد دلت عليه أدلة كثيرة. والعمدة في ذلك على ما نقله جمع من أهل العلم كالنووي وغيره إجماع السلف عليهم رحمهم الله تعالى، قد أجمعوا على ثبوت التكبير المقيد دبر الصلاة، حكاه غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهما من أهل العلم. وهذا التكبير له عدة صيغ، وهذا التنويع في الصيغ الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دل على ما ذكره بعض أهل العلم على أن الأمر قد أطلق فيه، على أن الأمر قد أطلق فيه، فجاء بصيغة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقالوا إن هذا هو التكبير المختار لاشتماله على التكبير والحمد والتهليل. هذا هو التكبير المختار، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه قول عمر وعلي، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهم، وهو قول الإمام الثوري، وقال به أبو حنيفة وغيره من أهل العلم. فهذا اختيار من اختيارات أهل العلم. ومنهم من قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.
وروي أيضا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وروي أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وروي أيضا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى. وروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وروي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال العلامة الألباني سنده صحيح في الإرواء. وروي أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وروي غيرها من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة لعلها التي هي أشمل وأجمع أنواع التكبير هي ما ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وصح ذلك عن ابن عمر وابن مسعود من قولهم رضي الله عنهما، وذكر ذلك العلامة الألباني في